يا ساتر، دستور. خش يا معلم، عوقت كده ليه؟ لا مؤاخذة يا ست ريا، كان في شوية مديونية كده كنا بنلموها. نبوية اللي كلمتك عنها. بس ما قلتليش انها بنت بنود. يا مرحب. يا الف مرحب يا ست نبوية. كلامك زي العسل وكلك ذوق يا معلم. شفت الناس الكمل المحترمين الذوق. الحلو يجيب الحلو يا ام بديعة ولا ايه؟ لا ده قوي، ما نقولكش اصيله اصيله اصيله. وقفت معايا في الزار ما سابتنيش الا وانا خافه وماشيه على رجلي. اخت وحبيبه وعيش وملح. يا حلوه يا حلوه يا نبويه يا حلوه. يو نتكلموا بقى بصفة جد، هي ايه الحكاية يا معلم؟ الله الله الله، جرايه يا معلمه ريا، هم دايما بنات البنوت مستعجلين كده، في ايه يا ست نبويه؟ طب ناخدوا نفسنا الاول وناخدوا وندي في الكلام ونعملوا الانسانيه، ناكل لقمه حلوه مع بعضينا، اصلاني من صباحيه ربنا ما دقتش طعم الزاد. نفسك في ايه؟ تاكلي ايه؟ شاوري على اي ها تلاقيها. كتر خيرك يا معلم، بلاش النوبة دي، اصل انا مستعجلة. مستعجله على ايه لا مؤاخذه؟ وراك ايه غير الشغل؟ لسه ما طبختش، سي الحاج لما يرجع مش راح يلاقي حاجة ياكلها. محدش بيموت من الجوع. ولا ايه يا ست ريا؟ ناكلوا احنا الاول لقمه مع بعضينا عشان يبقى عيش وملح، وبعد كده نوكله سي الحاج. لا مؤاخذه يا ست ريا، ولو فيها رزاله يعني، النص ريال ده تجيب لنا بيه لقمه على كيف كيفك، وبعدين نشوفوا الشغل ونشوفوا كل اللي نفسك فيه يا ست نبويه. ولا ايه؟ حسب الله. في الزقوم. ايه العبارة؟ منجها، بس عايزاك واني راجعه تكون محضر لي الازازه. راجعة؟ ليه وانت رايحة فين؟ رايحه نجيب لهم اكل. ما تصحصح معايا يا راجل انت. ما تعقل يا ريا، انت هتعمل عليا معلمة؟ وعلى اهلك كمان. مش عاجبك يروح امك. لا عاجبني، معلمة عليا وعلى اللي خلفوني كمان. ابعت عبد العال سكينه ولا تخف الشرب شويه، خلي العباره دي تعدي على خير. ناخد اشربي عزوزه مع الاكل عشان تهضمي وتعرفي ترجعي تاكلي تاني ولا يا حاج. هو المعلم مش هيشرب ولا ايه؟ لا انا جايب شرب معايا اهو. تاخدي لك شفطه واحده هتخليكي ايه؟ هتخلي دماغك اخر منجاها، وتعملوا عمايل معاكي ما نقولكيش، وتخليكي تحب الدنيا والدنيا تحبك وتبقي. لا يا اخويا حد الله ما بيني وما بينها، انا ما بنشربوش الهبابه دي. اشربي انتي الازوزه يا نبويه، اشربي. هي طعمها كده ليه زي ما تكون حمضانه. حمضانه ده ايه؟ ولا حمضانه ولا حاجه، ده زي الفل. ازاي بقى؟ انا بنقول لك طعمها متغير زي ما تكون حمضانه، هو اني اول مره نشربه ازوزه؟ ايوه عليك يا نبويه، عشان بتشربيها وانتي بتاكلي. أنا خلاص الحمد لله شبعت. شبعتي ده ايه؟ طب تعدمين ما شربت. بعد الشر يا اختي، بسم الله كان شبعت ايه دلع البنات يا ست نبويه؟ هو انت كلت حاجه لا مؤاخذه؟ هنودوا الاكل ده كله فين؟ كله كلهم بالهنا والشفا. أنا خلاص مش قادرة. مش قادره؟ انا يا وليه نقول لك تعدميني وتقولي مانيش قادره؟ اشربي اشربي. الله. ايه يا ست نبويه مالك؟ انت حاسه بحاجه؟ حاسة إني طب خدي شفطه بقى من الازازه بتاعتي وانت هتبقي زي الحصان. استنبوهية مرة يا أمينة، ايه؟ لو قلت لك تفرطي في أكل الكباب مش تضربي نفسك بالسرعة؟ وهو فين الكباب؟ هو حد لاقيه؟
شوفوا بس وليكي عليا نلهطوه لهط. يا وليه يا جعان، طب قومي فزي يلا تعالي ناكلوه جوه. بقول كباب. راجل يا نص، هات لنا ازازتين ازازه وما تعوش. يلا يا وليه. يلا يا اختي. لسه ما خلصوش. ايه دي جملي دي ولا ايه؟ نقصينا بوسكاتك وروحي شوفيه. هو عبد العال اتغدى ولا اني اللي هنغدوه؟ محدش كان الا عبد الرازق. عبد الرازق؟ وايه اللي لم الشامي على المغربي؟ قصدي يعني عبد الرازق على نبوي. الحب يا وليه، قطع الحب وسنين. نبوية؟ لا، نبوية ملهاش في الحاجات دي. هو في حرمه ملهاش في الحب؟ اشمعناني؟ وانت عادة نفسك حرمه يا امينه؟ كده يا سكينة، أنا مش هنعاتبوكي دلوقتي عشان انت سكرانة، مش عارفة راسك ومش شايفة تحت رجليكي. سيبنا لك انت الشوف يا ام النواد. سكينة حقك عليا انا يا امينه، امسحيها فيا يا اختي. ده مره عيانه بدماغها الخمره لحست نفخ. يا نازلة، انت يا زازة نازلة، رد على امك يا اختي. سايباني ليه يا ضنايا؟ ليه ما بترديش على امك؟ وحشتيني قوي يا بنتي. نازلة، تعالي شوف امك بقى حالها ازاي يا بنتي. يا نازلة زازة يا حبيبة امي. يا كسرة وسطي يا بنتي. بقول لك ايه يا عرب؟ ايوه. خد ادي دول لام بديعه وخليها هي وسكينه يسبقونا. خد الدهب ام بديعه اهو. طيب الكل عارف السره دي فيها ايه ولا ايه؟ هي حبكت نغيروا المطرح اللي كنا بنتداروا فيه. بس حلو المطرح ده، ينفع يشيل تاني. سكينة، سكينة، عاوزه حاجه؟ انت يا اختي عوقتوا كده ليه؟ عوقنا ده ايه؟ انت يا ولاد خبلتي؟ لا يا اختي ما اتخبلتش. امال فين نبوية؟ راحت فين؟ انت عايزه منها حاجه؟ النبويه خرجت من قيمه ساعه. خدي اجره الاوضه. ازاي الكلام ده؟ ماني قاعدة اهو، ما شفتهاش خرجت. ما تخشي يا اختي تدوري في الاوضه، يمكن مستخبيه تحت الحصيره. وايه اللي انت شايلاه ده؟ الملاية والبرقع دول شبه اللي كانت لابساهم نبوية. أنا هناخدوهم ومش عايزة فلوس. الوليه دي بانها عرفت المستخبي ورست على اللي بنعملوه. ما تعرف. طب وبعدين؟ دي تقدر تجرجرنا لحد المشنقه. ادم خدت الهدوم تبقى اتقسمت معانا، مش هتقدر تفتح حنكها بكلمه. طب فرضا يعني خدت هدوم الوليه وطلعت على الكراكون، هينوبها ام الكراكون. دي مره باكسه وبكحه وعينها فارغه وطماعه، اللي تقدر عليه كل شويه تمد ايدها وتقول لك اديني. يبقى حطت صباعنا تحت ضرسها. اني اللي هنحط صباعها تحت ضرسنا. ازاي يعني؟ هي الأوضة اللي اندفنت فيها الحرمة نبوية تبع مين؟ يبقى صباع مين اتحط تحت ضرس مين؟
يا ضنايا، يا ناس الحقوني، هاتولي بنتي يا نازلة، عليك يا نازلة. يا استايحة يا ولدان، محدش فاهم حاجة، وطق الفوقان واللي فايقين. أحيي النسوان عمالة تغطس ما بتقبش، زي ما تكون العفاريت بتخطفهم. لا، دي حكاية من ورا العادة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شامم ريحه اكل. يظهر يا ولاد هنقضيها الليله دي جبنه وزيتون. الله، هي لوليه راحت فين؟ يا علي، يا سعيد. ايوه يابا، ايوه يابا. يمك راحت فين؟ هي مش جوه يابا. ما لقيتهاش. يمكن تكون لسه ما رجعتش من بره. ما رجعتش من فين؟ عند حد يعني. لحد دلوقتي. وهي يابا ما قالتلكش ان اعرفها القرافه تبات هناك؟ لا ما قالتش. بقول لك ايه يا علي، اطلع يا ابني اسال عليها فوق عند الجيران، وما لقيتهاش اسالهم، جايز تكون فايته خبر. حاضر يابا. حاجه غريبه دي عمرها ما عملتها. علي. ايوه يابا. شوف امك عند خالتك بسيمه، وانت يا سعيد روح عند عمك شوفها هناك يمكن مسكوا فيها. حاضر يابا. وانت هتروح فين؟ هنطلع على القرافه. ما هي من يوم اختكم ما ماتت وهي بتجيلها الهفه دي تروح هناك وتبات هناك. بقول لكم ايه، هنتقابل هنا ماشي؟ لقيتها يابا. لا ابدا. ايه اللي حصل ده يا حسين؟ استغفر الله العظيم يا رب. زي ما انت شايف جينا البيت ما لقيناهاش. علي. ايوه يابا. خالتك ما قالتلكش حاجه؟ بتقول ما شافتهاش اديلها ليلتين يابا. أنا مش عارف نعمله إيه. خايف يكون جرالها حاجة. هو انتوا اتخانقتوا مع بعض ولا حاجة؟ ما أنت عارف أنا ما بنحبوش نزعلوها أبدا. يمكن سافرت لحد من قرايبها. نبوية ما تقدرش تخرج إلا لما تقول لي قبل ما نروح الدكان على المشاوير والمطارح اللي راح تروحها. أنا متوغوش عليها قوي. احنا ناخدوا بعضنا دلوقتي ونروح الكراكون نعمله بلاغ. أنا نخاف ترجع الليلة يطلع البلاغ فشوش يجيبونا في سين وجيه. ما فيهاش حاجة، يبقى عملنا اللي نقدروا عليه. بقالها قد ايه غايبة؟ النهارده بس. النهارده بس؟ وايه اللي يخلي في فكرك انها مش راح ترجع؟ أنا اتعودت أنا والولاد إن إحنا أول ما نشطبوا نرجعوا البيت نلاقوها مستنيانا ومحضرة لنا العشاء. زين. سألتوا عليها عند الجيران والقرايب؟ ده احنا ما خليناش حد لما سألناه عليها يا حصول. زين. كانت متعاركة مع حد؟ أبدا، دي طول عمرها لسانها حلو مع كل الناس،
اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش. كانت متسيغة لابسة دهب يعني؟ هي من ناحية متسيغة. ما هو ده اللي قلقني يا حصول. حلوة؟ حلوة؟ هي مين دي اللي حلوة؟ الست نبوية يا جدع. جوزها بقى هو اللي يقول لك إذا كانت حلوة ولا لا يا حصول. يا حصول، ست فوق ال50 ومخلفة جدعين على وش جواز. وإيه اللي يمنع يا أخوي؟ ولاد الحرام كتير. هي من ناحية حلوة. طب قول لي بقى، الأيام الأخرانية يعني ما حسيتش يعني إنها كانت متضررة من قعدتها معاك؟ معناته إيه الكلام ده؟ أصل إحنا من غير مؤاخذة بنقدروا كل البلاء، واليومين دول بلا قافية بيجي لنا بلاغات كتير قوي عن ستات طفشوا، ولا مؤاخذة كل الشهود اللي إحنا بنسألهم بيقولوا إن ورا طفشان الحرمة من دول راجل. لا يا حصول، لا، دي ست أشرف من الشرف. أيوة، مرة حرة بصحيح، ومحدش يقدر يتكلم عليها كلمة بطال. عالم المؤاخذة يا حصول، دي من بيت أحرار، يعني ست كاملة بصحيح. عندكم حاجة تانية عايزين تقولوها؟ احنا عايزين نطمن بس يا حصول. ربنا يجيب العواقب سليمة. معاكم حاجة تختموا لنا بيها على البلاغ ده ولا بتبصموا؟ بتشتي. تعال ناخد الطريق ده. يا نصر، انت يا زازا، ردي على امك يا اختي. سايباني ليه يا زنايا؟ ليه ما بترديش على امك؟ وحشتيني قوي يا بنتي. نازله، تعالي شوف امك بقى حالها ازاي. الحساب 30 جنيه ونص ريال. ايه يا سي علي، ما تبحبح ايدك شويه، ولا يعني كل مره لازم تغلبنا؟ ما تقوليش كده يا ست ريا. طب ايه رأيك؟ وحياة غلاوتك عندي، السعر اللي انا بنديهولك ده ما بنديه لحد تاني. انتوا خلاص بقيتوا زبايني. مش باين يا سي علي، الصيغه دي يا اخويا تساوي قد كده مرتين. خلاص يا ست، دهبك اهو، خديه ولفي بيه في الساجة. ان حد دفع اكتر من اللي انا قلته مليم احمر، انا مستعد ندفع قدام كل مليم جاني بحاله. أنا مش هنلف على محلات الصاغة يا علي حتى لو هيدفعوا أكتر منك، وأنت عارف كده كويس. هات 30 جنيه ونص ريال ده آخري. هات. ال30 جنيه هم لسه عددهم، وادي النص ريال. ربنا يديم المعروف. رضا فوتك بعافية. أنسته وشرفته. شرف مقدارك يا أخوي. الولية أمينة دي بنت كلب قروبة يا أختي، زي ما تكون حسبت نصيبها بالمليم. دي الحاجة اللي أخدتها تمنها يجي أكتر من 5 جنيه. هي مش دلالة وبتحسبها بالمليم؟ شوفي المكتوب، قال دلالة تحوش واللي تاخد حاجتها دلالة. أمال الغلال مش باينين يعني؟ تلاقيهم طالعين لك دلوقتي من تحت الأرض. صدقتي أهم جايين يتمختروا أهم. صراحة اسمة الحق أنا وأنتي ناخد النص وهما النص. أحيه، والنبي ده كان عبد الرازق وعربي دفنونا أني وأنتي في أقربها تربة. سبع المرة دي ولا زي كل مرة؟ أكيد زي كل مرة.
قطعوا كام؟ وبعدين يا جدعان ما احنا قلنا بلاش كلام الشارع المتعري ده. خلاص خلاص، يلا بينا من هنا. يلا رايك، يلا سكيف، يلا. ايه الحكايه يا حسين؟ انا رحت لك الدكانه لقيتها قافله. والولاد راحوا فين؟ وقافلين الدكانه ليه؟ العيال هجوا، راح عند شعبان ابن عمتي في ابويا. وده كلام ويسيب الدكانه مقفوله كده؟ غصب عنهم، العيال مش قادرين يقيموا راسهم في وسط الحته. ليه؟ الجيران يلسنوا على عرض امهم، اللي يقول انها هربت مع راجل، واللي يقول استغفر الله العظيم انها مشيت في الطريق البطال. اخصى عليهم، ده بدل ما يهونوا عليهم من اللي حصل. دول جيران دول، ده النبي وصى على 7 جار. شفت اللي جرى لاخوك؟ مش عارف نعمله ايه. أنا كل يوم نفوت على البيوت البطالة في الخبيزة والوسعاية. يا راجل اختشي على دمك، دي نبوية مراتك ست حرة. أيوة، بس هي في إيه؟ هي في إيه؟ أنا ما خليتش سبيتاليا اللي ما سألت عليها فيا. دي لو كانت غرقت في المالح ولا حد قتلها كانت جتتها قبت. ربنا وحده يعطرك فيها. ما دام الناس اللي حواليك ما بيراعوش حرمة الجيرة، تبقى تعزل وتشوف مطرح تاني، وما تقطعش رزقك بقى وافتح دكانتك. أنا هبيع الدكان. أيوه، الديون اتكومت عليا. وآخرتها يا حاج فرج وقريب. أنا بس لو نعتر في الراجل اللي أنا شفته قدام البيت دي هنعرفه نبوية قرارها فين. راجل إيه؟ وأنت هتفتكر شكله صحيح؟ بالك الدنيا كانت عاتنا صحيح، لكن لما عدى وشه جه في وشي بصلي. أنا نطلعه من وسط 1000 بس نعتروا فيه. يحفظ. كل البلاغات يا فندم واخده نفس التأشيرة دي. يحفظ. احنا عملنا اللي علينا، كل التحريات ما توصلش لحاجه. الاختفاء ده مش طبيعي. الحكايه دي وراها شبهه جنائيه، ده اختفاء منظم. هات لي خيط واحد واحنا نمشي وراه، اي دليل يمكننا من اتخاذ اجراء غير ده. مش جاي سعادتك تكون قوات الاحتلال هم اللي بيخطفوا الستات؟ ومصلحتهم ايه؟ هيعملوا بهم ايه؟ يعني عفوا جنابك يكونوا بيغتصبوهم وبعد كده بيقتلوهم. كانت ظهرت جثثه، ما هو زي ما انت شايف ما فيش بلاغ واحد ظهرت له جثه. ده امر محير فعلا يا فندم. اصل انا سعادتك مش مقتنع بحكايه طفشان الستات وهروبهم بسبب رجاله، وخصوصا جنابك ان البلاغ اللي قدام سعادتك ده متبلغ فيه عن حرمه كبيره وحره ومتجوزه راجل محترم وعندها شابين وحالتهم متيسره. اذا انت وسع تحرياتك يا حضره الأوزباشي. محتاجين جنابك وجوه مش معروفه، مخبرين جداد. عايز احط في كل منطقه مخبرين، نبدر في الاسواق وفي القهاوي وحوالين البيوت اللي عليها شبهه. عايزين مخبرين محدش يعرف شكلهم، تطمن لهم الناس، يتحكي قدامهم اي معلومات تفيدنا. نبعت مذكره للحكمداريه يبعتوا لنا رجاله. سعادتك جربت قبل كده كتير، محدش سأل فينا. الحكمداريه بقت مهمتها دلوقتي حمايه الاحتلال مش حمايه الناس. ملعون ابو البعيد على اللي جابوه، هو ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ يقعد بقى يقرفنا ويتنفخ علينا زي كل مره عشان هو بس اللي شغال فينا. بجد يا رجاله عوق بصحيح، وزمان رايه لا على حامي ولا على بارد. تصدق يا حسب الله؟ هتصدق ان شاء الله. انا خايف الحرمه دي تطير من ايدينا، ودي حرمه مقطوعه من شجره لا ليها اهل ولا حد ولا اي اهل.
اهو جايب سلامته واتمخطر زي البطه العرجه اهو. بالراحه بالراحه عليه يا عرابي لغايه ما نجرجره معانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شد كرسي بس ما تقعدش على حيلك. ايه العبارة؟ العبارة زي اللي قبلها بس ما قدمناش وقت. انتوا معربنين على ايه؟ يعني لازم نعرف الحكايه من الاول للاخر. رايا سحبت حرمه وسبقتنا ومستنيانا ناخدك عشان نخلصوا الشغلانه. ايه بس انا لسه قدامي شغل. استأذن يا اخي. شوف زي ما يكون نزل عليه سهم الله. ده ايه الرزالة اللي انت فيها دي؟ ما تفز تستأذن من الشغل، الا الحرمة دي لو غطست مش هنلاقوها. وده يرضي مين يا ناس؟ يرضي مين يا ناس؟ نروح نستأذن من الشغل عشان نروح نقتله حرمة؟ حسبي الله ونعم الوكيل فينا. ما تصبليش بقى، كفايه كده. اشربي يا حبيبتي، ده انت كاسك لسه مليان ما شربتيش حاجه. ما خلاص انا ما بقتش شايفه قدامي. معايا. تتنيله في قرفتك. ما هي النسوان دي اصلها قرف، احفروا لها غويط خلونا نخلص. ما ان شاء الله شوفوا شغلكم خلصونا. طلعت بالعافية. مش عارفة مثبتة على الدنيا كده ليه؟ الغلة يا حبيبتي. دول مش دهب. مش دهب؟ هما ايه دول اللي مش دهب؟ تتأكد كده يا اخويا؟ فالصو يا ست راي. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سعال؟ واني هغشكم، خدوهم واكشفوا عليهم عند اي سايق. طب السلسلة والخاتم؟ دول مش دهب. دول دهب. يقطعوا 3 جنيه. 3 جنيه بس؟ 3 جنيه بنشفان الريق كمان. يعني الواحد يتحمل روح عشان 3 جنيه؟ دي تبقى رزالة ها قوي ولا ها؟ نموته وندفنه. الواحد ينومه 2.5 ريال. بنقول لكم ايه؟ من هنا ورايح قبل ما نخنقوا اي حرمه لازم نكشفها على الصيغه بتاعتها عشان نتاكدوا اذا كانت دهب ولا لا. بالزمة ده وقت مقلتها. لم روحك يا عرابي، الولايه دي يا اخويا اتسحبت من اساسه غلط. احنا هنتعاركوا في الشارع يا بنت المحفوفه. خلاص يا جدعان دي غلطه، وبعدين يموت المعلم ولا يتعلم. وكتاب الله المجيد اللي بيحصل ده غلط. بقى تمن الروح رخيص كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فينا. جرى ايه يا عبد العال؟ انت بتبكت فينا ليه؟ هو احنا كنا نعرفه ان الدهب قشره؟ اجالها بقى. مش ناوي تعزمنا يا محمد؟ تعزمك على ايه؟ ما تربطش على الشاي اهو. انا مش قصدي على الشاي، انا قصدي على العادات اياها. نفسين حلوين. غالي والطلب رخيص، يعني تحت الامر. طب تحب نيجوا امتى؟ منين ما تحب اديني خبر، بس يا ريت يعني ما يبقاش وخري، انا بننام بدري. والكيف هاتوا معاه. حاضر يا محمد، بس ممكن نجيبوا جدع معرفه ويايا. وماله؟ انت وضيوفك على راسي من فوق. انت هتفضل متلقح كده في ريحي، لا شغله ولا مشغله؟ ماليش حد غيرك يا خالتي. تلم المتعوس على خيب الرجا. خالتي أمينة، خالتي أمينة. عايزة ايه يا بديعة؟ تعالي أمي عايزاكي. العواف يا ري. ايه يا اختي خير؟ في ايه؟ يا اختي تعالي ساعديني، قالاني حيلي نهدم الصبح من الوقفه لوحدي. مال ولا محمود متلقح عندي من ليله امبارح، لا شغله ولا مشغله. ما ترجعيه يشتغل، ينوبك فيه ثواب. لو هاني اللي كنت كرشته، ما هو المخفي اللي لما حاجته وراح حاجه. ايوه بس انت طول عمرك ست طيبه ومسامحه وكريمه. بنقول لك ايه، ده صنف يخاف ما يختشيش، تلقميه في حنك وينفرد ويعمل فيها قنصه للوز. ده واد غلبان بيعض في الارض من الجوع، ما يحتكمش على اللضه. خلاص يرجع يشتغل زي الصرمه بنومته ولقمته. قلتي ايه؟ لا
كده عداك العيب، يجعل بيت المحسنين عمار. يلا ادينا بنعمله الخير وبنرموه المالح. واحده غيري ما كانتش ولا عبرته ولا سعرته، غير شاني بس اللي قلب ابيض، ما نحبوش الاذيه ابدا. ربنا يخليكي لينا يا اميره يا طيبه، فوتك بعافيه يا اختي. يعافيك يا حبيبه. والولد الزكاك رجع اهو تناير رجع بعد ما بقى قشلان وما يحتكمش غير على هدمته. طيب طبعا هنقوم ونقعدوا مع الجماعه دول. ما دول اصحابك؟ اه زمايلي في الشغل. والنسوان كمان؟ يا حسب الله. عامل لي فيها يا ابو احمدات. لا مش انت طبعا. سكينة لو شافته هتطبق في زمارة رقبته تخنقه. الله عليك. منورين المطرح. يا سعبان. ناول يا زكاك ناول. ورجلك ولع يا جوزة يا استاذ. عبد العال عايز حاجه يا سكينه؟ تعال اني عاوزاك. طب بالاذن يا جماعه، المطرح مطرحكم، خدوا راحتكم. خد بالك منهم يا زكاك. مين دي يا ولا زكاك؟ المعلمة سكينة مرات المعلم. انت مش عارف اننا ملناش في المسخره؟ يا فين المسخره دي؟ ما الناس قاعدين مؤدبين وانت شفتيهم. ايوه شفتهم، وشفت المره اللي بتضحك وهي نايمه على صدرك. يا شيخه حرام عليكي، الناس جايين قاعدين نص ساعه هيحرقوا حجرين وبعد كده هيمشوا. يعني انت ما تعرفش الحرمتين دول؟ تصدق بايه؟ اني اول مره نشوفهم النهارده، اني ما نعرفش غير محمود السماك، وبعدين ما يصحش نسيبهم محطوط. عبد العال ايه ده؟ انا عاوزاك فوق في حاجه. حاجه ايه؟ لما نطلعوا هنقولولك. يا مسكينه ما يصحش نسيب الناس وحدها يعني. مش هنأخروك. لفيت بس الليل طويل. راحة فين يا سكين؟ حبة وهنرجعوا. طيب يا ألف مرحب يا ألف مرحب. ده إيه النور ده؟ يا مرحبا. عشت يا معلمة. يا مرحب يا حبيبتي، ده نورك يا معلمة. دول ضيوف سي عبد العال يا معلمة. وعلى راسنا من فوق. ما يلزمش أيها حاجة، أكل شرب، خلي بالك منهم يا زكاك، ما نوثقش عليهم، إحنا تحت الأمر. الله يخليك يا معلمة. امال فين سي عبعان؟ سي عبعان نجيبهولك يا حبيبتي. ايه رأيك في المنديل ده عليا يا عبدو؟ حلو؟ حلو. يعني انا احلى في المنديل ده ولا في اللي قبليه؟ في ايه يا سكينه؟ ده سابع منديل تفرجيني عليه. لا هو انت مش عايز تشوفني حلوه؟ انت يا ست حلوه من غير ما نشوفوكي. ومالك يا اخويا متزرزر كده ليه؟ ايه مسروعه على الوليه اللي تحت اللي بتتميس عليك وتنام على صدرك؟ جرالك ايه يا سكينه؟ الله، ما تبطلي الغيره اللي انت فيها دي. انت قاعد هنا وتشوفك بيسألوا عليك. انا كنت راح ننزل لهم دلوقتي. خشي. ماني هنخش. مالك يا سكينة ما انتش على بعضك ليه؟ مين اللي سأل عليه؟ الرجاله ولا النسوان؟ دي واحدة
من الحرمتين اللي تحت هي اللي سألت على جوزك. اسمها ايه؟ ما تعرفيش؟ بيقولوا لها يا زنوبة. أنا مش خامة، نقطع دراعي ما كان في بينه وبين المرة دي حاجة. بصراحة يا المرة تستاهل. قصدك ايه يا ريا؟ هي عرفها منين يا اختي؟ صدقت ان عينها منه. ده انت لو شفتها وهي رايحة جاية تفرك في روحها تقول دي هتنزل تذبح الحرمتين. احسن اصل خلاص ما بقاش عليها غير قعده البسطه والسكر. خلينا في المفيد. جبت لي قرار الحرمتين؟ اسكتي، الحرمتين دول عايزين حش رقابيهم، متجوزين وماشيين في الخبص. عرفت عنهم ايه؟ الحرمه الاولانيه اسمها زنوبه وبيقولوا لها يا حجازيه، متجوزه راجل عرباجي بيشتغل على حنطور وماشيه مع الراجل اللي اسمه محمود موسى السماك. والمره الناشفه التانيه دي شوق بقى، متجوزه برضه بس ماشيه مع الراجل اللي بيجي معاها اللي اسمه حسونه، تبقى بنت خالة حجازيه. وماله؟ بس دول عايزين رسمه تانيه. حلاوه مخك انتي. ايوه كده بقى عندنا زبونتين جداد نعمه. طب واسم النبي حرصه اللي هيقف لنا في الزور؟ مين ده؟ عبد العال، ما هو دول تبعه. يوافق غصب عن عين اللي خلفوه، نتكاتروا عليه. واحنا نتكاتروا عليه ليه؟ مراته تتكاتر عليه، ده زماننا فوقها مطلع صهد ومرقدال. طب ما هي محلوله يا ريا. لا، العباره كده تاخد وقت، واحنا عايزين نخلصوها بسرعه قبل ما رجليهم تاخد على المطرح وشوشهم تتعرف في الحار. ايوه عليك يا ريا وعلى نفوخك. انت ايه؟ معجونه بميه قبلسه. قطيعه انت هتقر، ده احنا بنقول يا حيطه دارين. أنا مش سكرانة وواعية لكل كلمة بتطلع من حنكي. ما هو لما تنغزي من النسوان ماشيه على كيفها وجوازتها سايباها تبقي سكران. أنا عاوزة نموتوا الحرمتين دول ورايحة نموتهم. طب تحلفي على البخاري انك عايزه تموتيهم؟ أنا ما نحلفش على الحرمانية وأنا شاربة، بس ما دام عاوزة نموتهم هنحلف. تبقي تنحرقي بجاز. الاتنين يا سكينه، الاتنين مره واحده. وماله؟ اللي يموت واحدة يموت 20. ايوه دي تبقى ليله عليكي وعلى عبد العال، واني نخدموكي بعناية.